السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. واحدة من التحديات المنتشرة جدا جدا مع جراحات السمنة هي الإمساك. طب ايه سببها؟ خلينا نقول ان الإمساك عندنا عبارة عن 3 محاور رئيسية. لو انا ما بشربش مية كفاية، لو انا ما باكلش الياف كفاية، لو انا مش بتحرك كفاية. واحنا لازم نتغلب على ده، ان انا اشرب سبس او رشفات بسيطه على مدار اليوم، الازازه جنبي طول الوقت، بس ناخد بالنا ان احنا ما نشربش قبل الاكل على طول ولا بعد الاكل على طول ولا في وسط الاكل. لازم ادي لمعدتي فتره، لان المعده بتاعتي بقت صغيره جدا مش هتستحمل الميه والاكل في نفس الوقت. الالياف بالنسبه لنا هتبقى اساسيه مع كل وجبه من الوجبات اللي احنا قسمناها، حتى لو معلقتين بس. عندنا الخيار، الخس، الكابوتشي من البدايل الجميله جدا اللي هتحافظ معانا او هتزود معانا نسبه الالياف وهتقلل حدوث الامساك. كمان الحركه بالنسبه لنا رئيسيه واساسيه ومهمه جدا. ما ينفعش ان انا اكل واريح، اكل واقعد، لا، لازم ناكل ونتحرك حتى لو تمشيه بسيطه. ودمتم في صحه.